منزلين صورة مرته المحجبة بدون حجاب، فتفاجأت وردت أروح أرزلهم، كان ألقاها صفحة زوجها هو بنفسه اللي ناشرها. يا إخوان، هذا أحد المنشهرين اللي محتوى زوجته واللي المفروض محجبة، ناشر صورة زوجته من كانت بدون حجاب قبل سنوات، وفرحان إنه الزلم ده تتفرج على شعر مرته المحجبة. هيج نموذج يعتقد إنه لما ينزل شكل مرته وجمالها ومفاتنها بمواقع التواصل قدام الناس معناها ده يفتخر بيها، والحقيقة هذا استعراض للزوجة. فلو فعلا يريد يفتخر كان افتخر بعفتها، بوعيها، بمساندتها إليه، بتربيتها الصح لأبنائها، بدون ما ينشر وجهها ومكياجها ومفاتنها. هسه يجي واحد يقول عادي، هم مو يشوفوها بنفس شكلها بالشارع؟ لا طبعا مو عادي. نظرة الناس إلها بالشارع بهالنظرة الخاطفة وبنص الهوسة والازدحامات أبدا ما تشابه نظرة الشاب اللي متمدد بفراشه وصافن عليها ويقرب وجهها ويتمعن بتفاصيلها وأمور أخرى. وهالنوعية من الذكور واصلين مرحلة التطبيع مع عدم الغيرة. ما أقدر أقول الكلمة الثانية اللي تبدي بحرف الدال ياء الواو ثاء. أمير المؤمنين يقول: إذا لم يغر الرجل فهو منكوس القلب. تدري شنو منكوس القلب؟ يعني فطرته فاسدة، وما يميز بين المعروف وبين المنكر، وما يشعر بالكرامة ولا بالحرمة. ليش تخلي نفسك بهالموقف البائس؟ متوازي. ترى أمير المؤمنين لما كان ياخذ بنته حتى تزور قبر أمها سلام الله عليهم كان ياخذها بكامل حشمتها وبالليل ويطفي ضوء الفانوس ويحاوطها بإخوانها من كل جانب وهو بالمقدمة حتى ما حد يشوف ظلها. وانت عادي عندك تنشر عرضك قدام الناس ويشتركون وياك بالنظر والتمعن والتركيز بيها وما يهتز لك شارب. عمي خليه يهتز حتى لو شعر خشمك، بين لنا انه انت تغار. المشكلة انه فيديوهات هالنماذج توصل ملايين المشاهدات، آلاف اللايكات والمشاركات والحفظ من عدد التعليقات الباقية المتأثرة بهالفكر، ويعتبروه وعي وثقافة وتصرف صحيح. فهالخطوة مو بس تصرف لشخص غيرته على قده، بل بذرة زرعها هذا الشخص وأمثاله ودا يأثر بيها على هواي ناس، وراح تولد آثار سلبية على المجتمع. ويصير عيب عليك إذا ما تنشر صورة مرتك وبنتك، وعيب عليك إذا تلبسهن حجاب كامل وعباية. ترى الزوج الحقيقي اللي فعلا يفتخر بزوجته راح يترجم افتخاره بها بمعاملته الطيبة والحنينة والودودة داخل البيت، وهالشي كلش يختلف عن اللي يشارك صورهن أمام الكل وكأنهن سلع. بس جملة أخيرة خليها ببالك: من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. وبعد بكيفكم.